مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله كلياتكم بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. بدنا نعمل اطيب حلو كتير كتير شكله حلو وكتير طيب. راح تشوفوا معي الطريقة. بدنا نعملها كعك السميد التركي بطريقة سهلة وكتير لذيذة. تابعوا الفيديو للأخير وشوفوا الطريقة وإن شاء الله راح تعجبكم وانتوا كمان ساووا منها. شوفوا هون السميد عندي يا كان بالبيت، قطعته هيك شقف حتى انه احطه بقالب التشيز كيك وحتى نشكله ونشوف كيف رح يطلع. حطيته على طرف وجبت نص علبة جبنة الدهن وعلبة المسكربونة، حطيتهم بجات لحالهم. هدول طبعا الحشوة اللي بدي احطها بالنص حتى نحطها بالفرن. وعندي هون كريمة الحلو يعني اسمها شلاخزانة، موجودة بكل المولات الماركتات الألمانية. هون بأي أوروبا كمان بيصير، يعني وين ما كان موجودة. وكمان حطيت لها ظرف فانيلا. وعندي كان هون يعني فيني احط معلقتين 3 سكر، بس شفت عندي الكريم المحلى الحليب المحلى قلت بحطه يعني تقريبا شي معلقتين 3. طب حسب الحلو اللي بترغبي فيك تحطي يا سكر يا حليب النسلة. وعندي هون كمان ضفت 3 بيضات وضفت شوية معلقتين من شو اسمه الطحين. دائما بنسى طحينة او طحين. وكمان بخفقهم كتير منيح. طبعا فيكي تخفقيه بالمكسر، بس انا كان الدنيا يعني انه المسا كتير الوقت متأخر، لهالشي خلطتهم على ايدي وصاروا جاهزين. بخلطهم طبعا كتير منيح. وطبعا حطيت مية الورد او مية الزهر فيكم تحطوا. هلا جبت القالب وحطيت الصوص اللي سويناه مع بعض هون بالنص وبدي اخده على الفرن. وهيك طلع شكله. عن جد طريقة كتير سهلة وكتير طيبة. طبعا الفرن من فوق ومن تحت بده يضل شغال، وبتحطيه على الرف الوسط وبتحطيه على 200 حتى انه يستوي بسرعة. هيك طلع معي شكله. بعد ما برد كتير منيح جبت المربى. هذا المربى خالي من السكر. قلت يعني بحطه. انتو كمان عادي فيكم تحطوا المربى العادي كمان، ما هي مشكلة. كل شي موجود عندك بتحبيه، اي نوع من المربيات فيكي تحطي. انا اخترت مربى الدراء، مدري المشمش والله نسيت، بس يمكن المشمش هذا. طبعا مثل ما قلت لكم هذا خالي من السكر، يعني مربى طبيعي. شوفوا شكله كيف طلع. عن جد شكله كتير طيب، يعني شكله حلو وطعمته كتير طلعت طيبة. فيك تزينيه بالفستق الحلبي بأي نوع من المكسرات اللي بدك إياها. أنا شفت عندي الجوز الهند قلت يعني إنه بحط له بيطلع كمان طيب. وشوفوا هون عندي الورد المحمدي كمان، بدي احط له 2 3 هيك بالنص حتى تكسر الالوان ويطلع لونه كمان حلو وشكله حلو. شوفوا كيف طلع يا عيني. وانتو كمان جربوها وان شاء الله رح تعجبكم كتير كتير. مثل ما قلت لكم هذا السميد التركي شفت عندي اياه انه يومين 3 4 ضلان بالبراد. قلت يلا بساوي منه هالكيكة حتى الولاد كمان ياكلوا. وكمان فيني اكله انا يعني مع القهوة كمان طيبة. يا سلام على هالشكل غير شكل. يا عيني هلأ بدنا نقطعه ونشوف كمان قلبه كيف صار. كمان فيكن تحطوا بدال المربى الحليب النسلة كمان بيطلع كمان انه بيعطي حلاوة زيادة. بس انا بما انه ما بدي يعني انه يطلع حلو كتير كتير، فحطيت له المربى الخالي من السكر. ضفت له هيك قلت افضل شي. شوفوا شلون متماسك قلبه وكتير عن جد طلع طيب. بنصحكم تجربوه. يعني كمان بصير يعني انه الضيوف اذا اجوا لعندكم ومستعجلين فيكن تسووا هالحلو، يعني بربع ساعة بيطلع جاهز. هيك طلع قلبه. شوفوا ان شاء الله انتو كمان يكون عجبكم. ويا سلام. وهلأ هيك جيت معكم لنهاية الفيديو مع أطيب فنجان القهوة مع الحليب ساويته، وقلت بدوق قطعة
وبعطيكم رأيي. بس عن جد كتير كتير طلع حلو شكله وطعمته كتير طيبة. وهلا بنهاية الفيديو بقولكن يا ريت تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لايك حتى يوصلكم كل شي جديد. باي باي.